السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل أكلة حلوة قوي مع بعض، هتسميها تسالي فرحة للأطفال. نقنقة. النهاردة هنعمل البيتيفور الحادق. وصفة سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت. بطاطساية كبيرة، سلقتها حلوة قوي وهنهرسها. آه نعميها قوي، يعني خليها تتسلق قوي قوي وعشان تتهرس بسهولة. هنصفيها كمان. لو عندك اي حاجة كده عشان تبقى ناعمة، ما نخليش فيها اي حاجة ناشفة او مكلكعة يعني. هعملها بالمصفى كمان لغاية ما انزلها كلها، وهتبقى ناعمة خالص وتبقى سهلة معاكي لما تيجي تشكليها. الطريقة دي حلوة وهتعجبكم. ولو قاعدين بالليل بتفرجوا على حاجة الأطفال، بتبقى حلوة يعني. بس اهم حاجة هنحطها في الصينية، لازم تبقي الصينية بتاعتك ما بتلزقش. حتى لو دهنتيها زيت لازم تتأكدي ان الصينية مش بتلزق. حطينا عليها بابريكا، حطينا عليها كاري، حطينا عليها كركم، حطينا عليها ملح وكمون وكزبرة وتوم باودر، بصل باودر، وظبطناها حلوة قوي قوي. وهنحطها في الكيس بتاع البيتي فور. زي ما شايفين كده خلاص، هي نعمت قوي 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 يعني. بقت مفيهاش اي كلكعة من البطاطس او اي حاجة، كلها بقت مهروسة حلوة قوي. وهنشكلها بقى بالقمع بتاع البيتي فور. طريقة سهلة وبسيطة والاولاد هيفرحوا بيها قوي، وحاجة سريعة كده يعني، في اي وقت ممكن تقومي تعمليها. اتأكدي تاني، اهم حاجة الصينية ما تبقاش بتلزق عشان ما يلزقش في الصينية. وممكن تحطي كمان فيها ربع معلقة بيكنج باودر. وده شكلها حبايبي دخلناها الفرن، وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. طعمها روعة قوي وهتعجب ولادك. وصفة سريعة وسهلة، ويا رب تعجبكم. وشكرا، والسلام عليكم.